ماتش مصر والجزائر، ايه الاختلاف اللي حصل في شكل واداء منتخب مصر خلاه يظهر بالقوه دي قدام منتخب بحجم الجزائر عنده كم وعدد كبير جدا من المحترفين؟ ايه اللي حصل رغم ان انت لاعب ماتش ودي برضو قبلها بيومين ثلاثه قدام زامبيا، لكن ادائك وشكلك كان اقل من المتواضع، والناس كتيره انتقدت روي فيتوريا وانتقدت اداء بعض اللعيبه وكان على راسهم محمد صلاح. هي حاجه واحده بس، توظيف الراجل ده اللي هو محمد صلاح عليه عامل غير طبيعي، عليه عامل غير طبيعي ان انت توظفه صح وان انت تقدر تستفيد منه. دي في غايه الاهميه ونقطه محوريه بشكل رهيب بالنسبه لمنتخب مصر. وان انا كنت بتكلم قبل كده ان فيتوريا مدرب صاحب فكر وراجل بيلعب جيم مفتوح وبيحب يحضر وبيحب ان هو يعمل جبهات ويحب ان هو يبقى عنده تنوع في اسلوب لعبه، لكن الطريقه دي مش هتخدمك. ان انت تلعب 4-3-3 طريقه مميزه وطريقه ايجابيه وطريقه فيها يعني حاجات كتيره جدا تقدر تستفيد من خلالها، انما انت بتتكلم على قماشه لعيبه، بتتكلم على قدرات وامكانيات لعيبه. نص الملعب عندك